واش بصح المرأة اللي جالسة في الدار ما عندها حتى قيمة؟ ولا حنا ولفنا نقصو من قيمة شي دور مهم بزاف؟ أنا غادي نهضر من تجربتي، ماشي باش نعمم ولكن باش نكونوا صرحاء. كنشوف باللي المرأة اللي كتختار تبقى في الدار وكتعطي وقتها لدارها وولادها كتكون فيها بركة كبيرة. حيت بصراحة الدار ماشي غير حيطة وباب، الدار طاقة، راحة، تربية، والمرأة هي القلب ديالها. شوفي الأم اللي كتكون حاضرة مع ولادها، كتسمع ليهم، كتوجههم، كتربيهم، هادو ماشي غير دراري، هادو مستقبل. وشوفي دار منظمة فيها الحنان والاهتمام، حتى الراجل كيرجع مرتاح. حتى في الدين ديالنا أي حاجة كديريها في الدار بنية صالحة راك مأجور عليها إن شاء الله. وتربية الأبناء هذه راه من أعظم الحسنات، حيت كتربي جيل كامل. التوازن ضروري باش ما تبانش قاصحة، ولكن خليوها واضحة. هادشي ماشي معناه المرأة اللي خدامة ما عندهاش قيمة، بالعكس، المرأة الخدامة حتى هي كتقاتل وكتصبر، وكل وحدة وظروفها. ولكن اللي خاصنا نحبسو هو نحكمو على بعضياتنا، واحدة نقولو عليها غير جالسة، وواحدة نقولو عليها مهملة دارها. عمرك عينيا شي واحد غادي يرضي عليك ولا غادي يقولها زوينة؟ القيمة ديال المرأة ماشي فين كاينة القيمة ديالها، فشنو كدير وكيفاش عايشة والنية ديالها. دابا قولوا لي بصراحة، واش المرأة اللي في الدار كتزيد البركة، ولا كل وحدة والبركة ديالها فين ما كانت؟ البركة ماشي في الفلوس، البركة في الروح، في التربية، وفي القلب اللي عامر نية زوينة. يمكن نختلفوا في الاختيارات، ولكن ما خصناش نختلفوا في الحاجة وحدة. كل مرة عندها قيمة، إلا عرفاتي يا راسها.